ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر، وخبير يكشف الأسباب. تفاصيل. شهدت أسعار البنزين اليوم الجمعة 22 من مارس 2024 ارتفاعا جديدا، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين والسولار بكافة أنواعه ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود. أسعار البنزين الجديدة وأسباب قرار لجنة التسعير البترولية. بحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع زيادة أسعار البنزين بواقع 100 قرشا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيها، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيها. بعد رفع سعر البنزين. سبب زيادة البنزين والسولار اليوم. قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار وأسطوانات الغاز المنزلية جاء بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا خلال الفترة الماضية، تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، والتوترات في البحر الأحمر باستمرار هجمات الحوثيين على سفن تجارية وعسكرية في البحر الأحمر. أوضح غراب أن التوترات الجيوسياسية والحروب التي يشهدها العالم تسببت في رفع أسعار النفط والغاز عالمياً، بالرغم من الدولة زادت من مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى في الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، ولكن الزيادة العالمية في سعر الوقود فاقت هذه الزيادة، خاصة بعد استمرار هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر، والتي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل والتأمين وزادت من سعر النفط عالمياً.